مرحبا متابعيني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. وجيتكم اليوم فيديو جديد اتمنى يعجبكم وينال رضاكم. فيديو اليوم هو راح افصل واخيط وياكم شرشف للشرباية او فرشة، ان شاء الله تعجبكم. عندنا هنا 4 امتار من القماش. راح نبدأ نقيس. راح نقيس سطح الشرباية اللي هو 1.60 متر ونبدأ نفصل. بعد ما فصلناه طلعنا السطح مالته، راح نطلع من الباقي مخاديد 2 وكوشاية ونزله للشرباية. هنا راح نقيس 50 سنتيم اللي هي نزلة الشرباية ونبدأ نفصلها وياكم. أتمنى الفيديو يعجبكم، وإذا أعجبكم أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى كل شي جديد يوصلكم، وأكون ممنونة منكم. هنا أنا ما سرعت بالفيديو حتى تستفادون. بالشكل هذا راح ناخذ القماش للنهاية، نطلع النزلة مالته. هنحاول نعدل القماش حتى تجي القصة عدلة. هذه راح تكون نزلة الشرباية، وهنا أنا راح نطلع المخاديد ونطلع لنا كوشاية من عنده. هذه النزلة اللي راح تصير بالشرشف. هنا طبقنا القماش 4 طبقات، وراح نبدأ نقيس. طول المخدة يكون 70 وعرضها 50، وبالأشبار يكون 3 أشبار وفتر الطول، والعرض شبرين وفتر. قست لكم بالأشبار حتى تستفادون. هالشكل هذا راح يكون شكل المخدة. وهنا بعد ما كملناه كفينا داير ما يدور الشرشف، راح نبدي نكسر القماش على اللي فصلناه على سطح الشرباية حتى يكون عندنا نزلة بيها كركش داير ما يدور الشرباية بهالشكل هذا. ودائما تكون كسراتنا مرتبة، وناخذ قياسات على نفس المسافة حتى يكون عندنا الشرشف مرتب وحلو بهالشكل هذا. وهذا شكل الكسرات بعد ما كملناها بلشنا بها خياط العفو بهالشكل هذا. دائما تكون المسافات متقاربة، وخليكم قدر المستطاع تخلونها نفس المسافة حتى يكون عندنا مرتب وحلو وما بي أي غلطة بهالشكل هذا. وهنا أنا راح نبلش نخيط وياكم المخاديد. أول ما نخيطها راح نكفها من الأطراف، وبعدين نخيطها وياكم. هالشكل هذا إن شاء الله يكون واضح، وإن شاء الله تستفادون. بعد ما كفينا الأطراف راح نطبق القماش بهالشكل هذا ونبدأ نخيط.
ونجيب اللفة اللي راح تكون بالمخدة بهالشكل هذا، ونكملها خياط للنهاية بهالطريقة هذه. وهاي من الجهة الثانية. بعد ما كملنا وجه المخدة خياط، راح نعدله على الوجه مالته ونسوي بيه حافات حتى تكون عندنا المخدة مرتبة وحلوة بهالشكل هذا. بعد ما عدلناها راح نسوي بيها، ناخذ اصبع من الاطراف ونخيط داير ما يدور المخدة حتى يكون بها حافة حلوة ومرتبة. أتمنى تفاعلكم وياي حتى تستمر القناة بتنزيل الفيديوهات، وأكون ممنونة منكم. واللي هنا أترككم بأمان الله وحفظه، والتقيكم فيديوهات جديدة إن شاء الله، مع ألف سلامة.